انا سرقت 20 مليون دولار من اكبر بنك في الارجنتين. وايوه هي نفس البلد اللي ميسي منها. يا عم بلا ميسي بلا بتاع دلوقتي، انا عاوز اعرف انت سرقت ال 20 مليون دولار ازاي. هقول لك ان الموضوع ما خدش مني اكتر من سنه واتحولت من واحد فقير لمليونير بيلعب بالفلوس لعب. ايوه بس انا برضو لسه ما عرفتش انت سرقتهم ازاي. هقول لك جهز كوبايه الشاي وركز معايا علشان احكي لك الحكايه من الاول. سنه 2006 في الارجنتين الشرطه بتحاصر بنك ريو لان في 4 رجاله مسلحين دخلوا البنك واحتجزوا كل العملاء والموظفين اللي فيه. طبعا انت فاكر دلوقتي ان الشرطه وصلت لهم بذكائها وسرعتها قبل ما يهربوا، بس احب اقول لك ان العصابه هم اللي جابوا الشرطه لحد عندهم لانهم اتصلوا بالشرطه وطلبوا منهم يجيبوا لهم بيتزا بسرعه على البنك علشان جاعوا وهم بيسرقوا. وبعد مفاوضات استمرت لساعات خلاص اتفقوا مع الشرطه انهم يسلموا نفسهم، فدخلت قوات الشرطه علشان تقبض عليهم، بس اتفاجئوا ان مفيش اي واحد جوه، كلهم اختفوا من غير ما يسيبوا اي اثر وراهم. بس طبعا يعني ما ينفعش يمشوا وايدهم فاضيه، دول سرقوا من البنك 20 مليون دولار، ده غير الذهب والالماظ اللي كان موجود في صناديق ودائع العملاء. يعني من الاخر سابوا البنك على الحديده. كانت اكبر واذكى عمليه سرقه حصلت في تاريخ الارجنتين كلها. اللي نفذوا العمليه 4: فرناندو اوراجو وده القائد بتاعهم، سيباستيان بوليستر وده مهندس العمليه، بيتو ديلاتوري وده الممول بتاعهم، لويس سيلانيس وده الملقب بالعنيف. ده غير ان كان في 2 كمان بس ما تمش الكشف عنهم. القصه بدات لما فرناندو راح يزور الدكتور النفسي بتاعه وقال له الدكتور انا نفسي اسرق بنك. قال له نعم يابا، بنك ايه اللي انت عاوز تسرقه؟ انت شكلك شارب حشيش صح؟ قلت لك بطل الهباب اللي هيوديك في داهيه ده. وبعدين اشمعنى يعني عاوز تسرق بنك؟ انت مزنوق الفتره دي ومحتاج فلوس؟ لا خالص، فلوسي انا ما بفكرش في الكلام ده. زي ما انت عارف اني فنان والشوق جايبني بصراحه ان اسرق بنك، حاسس ان لو عملت كده هنبسط قوي. يا راجل يا الحاجات دي بقت بالاحساس. طب قول لي بقى هتسرق البنك ازاي؟ والله بصراحه لحد دلوقتي لسه ما عنديش فكره، بس بقى 4 ايام الموضوع شغل تفكيري جدا. والدكتور طبعا ما اهتمش بكلامه لانه لو هيسرق بنك فعلا مش هيجي يقول له يا دكتور انا هسرق بنك، وفكر ان الكلام اللي قاله ده اكيد من اثر الحشيش اللي هو شاربه. بس ما يعرفش ان فرناندو وقتها كان صادق في كل كلمه بيقولها وهينفذ اكبر واذكى عمليه سرقه حصلت في تاريخ الارجنتين. فرناندو كان متعود يتمشى كل يوم في الشوارع بالمكنه بتاعته لحد ما شاف قدامه فرع البنك ريو، وده من اشهر البنوك هناك. بس الفرع ده تحديدا كان موجود في ارقى مكان في المدينه كلها، وده معناه ان معظم العملاء بتوعه ناس معاهم فلوس حلوه، ما كانوش بيحطوا فلوس بس في البنك ده، سلسله ذهب، خاتم، الماس، كل حاجه خايفين عليها كانوا بيحطوها في البنك. فرناندو بدا يفكر مع نفسه في خطه علشان يسرق البنك ده لحد ما وصل في النهايه لطريقتين. الطريقه الاولى انه يدخل البنك مسلح في ساعات العمل بتاعته ويسرق كل الفلوس اللي يقدر عليها ويهرب قبل ما الشرطه توصل له. بس رجع قال لنفسه ان الموضوع ده مش امان خالص وممكن ياخد رصاصه وهو بيسرق البنك ويموت. ده غير انه مش هيقدر يسرق الفلوس اللي في البنك كلها وهيكون مستعجل ولازم يهرب بسرعه قبل ما الشرطه توصل له. والطريقه الثانيه بعد ما البنك نفسه يقفل والموظفين يمشوا هيدخل عن طريق نفق من تحت الارض وهياخد وقت ويسرق الفلوس كلها. بس هنا في مشكله، اجهزه الاستشعار اللي في البنك ونظام التنبيه الحديث اللي عندهم يعني كلها دقايق وهيكتشفوا ان في حد دخل البنك وهيتم القبض عليه. الطريقتين اخطر من بعض ومفيش ولا واحده مضمونه، فكان لازم يختار الطريقه الثانيه واللي هتكون عن طريق النفق اللي هيوصله بالبنك لانه هيقدر من خلالها يسرق الفلوس اللي في البنك كلها. بس ثانيه واحده ده مفيش نفق اصلا، وده معناه انه لازم يحفر النفق بنفسه. بس يا ترى هيحفر النفق ازاي اصلا؟ وايه المكان القريب من البنك اللي هيكون امان علشان يبدا يحفر منه؟ فكر شويه مع نفسه في الموضوع ده لحد ما قرر انه يتأجر شقه في الدور الارضي في العماره اللي قصاد البنك. بس في اليوم الثاني وهو بيتمشى بالموتوسيكل بتاعه في المدينه زي عادته لاحظ فتحات المجاري الموجوده في نفس الشارع اللي فيه البنك، وكان موجود فتحه مجاري وكل 10 متر، وده معناه ان في نفق صرف صحي موجود اصلا تحت البنك نفسه. فليه اصلا يتعب نفسه ويحفر بالشهور مع ان في نفق اصلا موجود تحت البنك جاهز؟ فضل ماشي في الطريق يبص على الفتحات لحد ما وصل للمكان الرئيسي للمجاري واللي كان بعيد عن البنك ب 150 متر بس. فرناندو دخل النفق بتاع المجاري وبدا يستكشف المكان وبيمشي 100 متر في النفق ده لحد ما وصل لنفق دائري قطره 6 متر، نفق ضخم للصرف الصحي بيمشي تحت المدينه كلها. بس الاهم ان النفق ده بيعدي من قدام البنك على طول. فرناندو حس ان الموضوع بيكبر منه وعمليه صعبه زي دي مستحيل يقدر يعملها لوحده. فكر وقال لنفسه يا ترى ممكن اجيب مين معايا؟ انا ممكن اجيب صاحبي سيباستيان يساعدني في السرقه، مهندس الكترونيات وميكانيكا وهحتاجه معايا. فراح وقال له على الموضوع كله وانه عاوز يسرق بنك ومحتاجه معاه. طبعا اتفاجئ وكان مصدوم ان فرناندو بيفكر يعمل كده لانه مش مجرم اصلا وعمره ما سرق قبل كده ولا حتى عمل اي جريمه. فرناندو رسم له الخطه وقال له انهم هيدخلوا البنك عن طريق نفق الصرف الصحي اللي موجود تحته. بس المفاجاه هنا ان سيباستيان اقتنع بكلامه وعجبته الفكره واستعد انه يسرق البنك هو كمان معاه. وفعلا الطيور على اشكالها تقع وراح معاه وشاف النفق وبداوا يخططوا هما يبداوا حفر منين بالظبط. فرناندو جاب متر ونزله في المجاري علشان يعرف عمقها كام بالظبط، ودخلوا البنك على اساس انهم عملاء وخدوا اكتر من صوره للمكان من غير ما حد يشوفهم، وعلشان يقدروا يحددوا المجاري اللي تحت الارض هتوصلهم لانهي جزء من البنك بالظبط، وكمان يعرفوا مساحه البنك تحديدا قد ايه، ومن خلالها يقدروا يحددوا عدد
عدد صناديق الودائع اللي في البنك. كانوا محتاجين لمخطط البنك كامل علشان يقدروا يشتغلوا، بس المشكله انهم محتاجين فلوس علشان ينفذوا العمليه بتاعتهم، وده لان المعدات اللي سيباستيان عملها صرفوا عليها كل فلوسهم، ولسه محتاجين فلوس تاني علشان يقدروا يكملوا العمليه. وعلشان كده كان لازم يدوروا على واحد تالت يكون معاه فلوس ويصرف عليهم لحد ما ينفذوا العمليه. فرناندو بدأ يدور على واحد فعلا، وقدر يوصل لواحد وسموه الدكتور لان اسمه الحقيقي ما تمش الكشف عنه. فرناندو حكى له على كل حاجه والعمليه اللي عاوز ينفذها، فقال له ما تقلقش انا هظبط لك كل حاجه، وهجيب لك كل الناس اللي يساعدوك من اول ما تدخل البنك لحد ما تطلع وانت معاك الفلوس. وجاب له واحد اسمه بيتو ديلاتوري، كان راجل عصابات وعنده سجل اجرامي كبير في ملفات الشرطه، وخبير في كل انواع الاسلحه وفاهم كل سلاح هيستخدمه في ايه بالظبط. وفرناندو قال له على عمليه السرقه اللي هم هينفذوها وانهم محتاجين مساعدته. بيتو عجبته الفكره لانها كانت جديده وقرر يدخل معاهم، لكن فرناندو قال له ان العمليه دي هتحتاج فلوس ومصاريف كتير، هتقدر تتحمل التكاليف كلها؟ بص هو في الحقيقه انا مش معايا فلوس كاش دلوقتي، بس عندي عربيه كبيره ممكن ابيعها وامول العمليه. وخلاص تم انضمام الشخص الثالث للعصابه، وطبعا كل ده والدكتور بينظم من بعيد ومش هيدخل معاهم في السرقه. تقدر تقول كده انه كان مصباح علاء الدين بالنسبه لفرناندو، يعني لو محتاج اشخاص او سلاح او اي حاجه الدكتور كان بيجيبها له. بس المشكله هنا برضو ان الفريق لسه ما اكتملش. سيباستيان كان مهندس ودايما مشغول في صنع المعدات اللي هيستعملوها، وديلاتوري كان مجرم زمان بس حاليا بقى راجل كبير واكبرهم اصلا في السن، وما عندوش القوه واللياقه اللازمه للتعامل مع اي موقف يحصل. هما بس جابوه لانه بيفهم في الاسلحه وفاهم عنهم لانه كان زمان مجرم، بس برضو كانوا محتاجين واحد رابع معاهم يكون قوي ويساعد فرناندو في تنفيذ العمليه. وهنا كان لازم الدكتور يتدخل ويجيب له واحد اسمه لويس سيلانس الملقب بالعنيف، عنده سجل اجرامي كبير ومشهور بعمليات السطو المسلح اللي اتسجن بسببها 15 سنه. لويس كان متحمس جدا للعمليه وعاوز ينفذها باسرع وقت، ده غير انه كان عبقري في التمثيل والنصب على الناس، وعلشان كده هيكون مهم جدا بالنسبه لهم في تنفيذ العمليه. وخلاص كده العصابه اكتملت. أربعة كل واحد منهم عنده مهارة مميزة مختلفة عن التاني. نزلوا في الفندق اللي قصاد البنك اللي فرناندو أجره، بس كانوا محتاجين مخطط للبنك علشان يعرفوا كل المداخل والمخارج ويقدروا ينفذوا العملية. وطبعا مفيش قدامهم غير الدكتور علشان يجيبه لهم، فقال لهم ما تقلقوش المخطط بكرة هيكون عندكم. وفعلا في اليوم التاني جاب لهم مخطط للبنك كامل، ما كانوش عارفين هو جابه ازاي بالسهولة دي. رشا موظف في البلدية وسرق مخطط البنك مثلا، ولا اقتحمه وسرق المخطط بنفسه، بس ده كله مش مهم. أهم حاجة دلوقتي إن المخطط بقى معاهم ويقدروا يرسموا الخطة اللي هم عاوزينها. كان لازم يحفروا نفق من عند المجاري يوصلهم بالبنك، وجهزوا كل الادوات اللي هيستخدموها في الحفر، وجابوا مولد كهربائي وادوات الحفر كلها. واثناء ما هم بيحفروا من تحت الارض عند المجاري كان في واحد واقف في الشارع بيراقب لهم المكان ويتاكد برضو ان صوت الحفر مفيش حد من اللي ماشي على الطريق سمعه. وعمليه الحفر هتاخد منهم 9 شهور كاملين علشان يحفروا النفق، علشان كده بداوا يركزوا في موضوع اجهزه الاستشعار اللي هتقابلهم بعدين، ونظام التنبيه التلقائي الموجود في البنك واللي بيشتغل بمجرد ما حد يقرب منه. فرناندو فكر انه يصنع بدله بطريقه معينه علشان تنزل درجه حراره جسمه، وكده جهاز الانذار مش هيشتغل لانه بيعتمد على الحراره اللي طالعه من جسم البني ادم. فرناندو صنع فعلا البدله من اكياس النوم اللي بيتم استخدامها في الرحلات البريه، واشترى كاميرا حراريه وبدا يجربها على البدله علشان يعرف لو هتكشف جسم الانسان ولا لا. بس رجع قال لنفسه ان نشيل المعدات والحاجات دي كلها هيكون صعب علينا، ده غير اننا عاوزين نسرق الفلوس كلها والذهب والالماس كمان، والبدله هتخلي حركتنا محدوده ومش هنقدر نشيل معانا الفلوس والذهب، وده هيأخرنا واحتمال كبير نتكشف ويتقبض علينا. فرناندو قعد بالساعات يفكر ازاي هيدخل البنك من غير ما حد يكشفه، لحد ما في اليوم التاني خطر على باله فكره مجنونه. في البدايه كان مستبعد فكره انه يقتحم البنك بعمليه سطو مسلح، بس رجع قال لنفسه ايه المشكله لما استخدم الطريقتين، عمليه السطو المسلح والنفق، وبدل ما ندخل البنك عن طريق النفق نبقى نطلع من خلاله احسن. وقتها اجهزه الاستشعار اللي عند النفق هتشتغل بس مش هيكون لها اي لازمه، لاننا هنكون خلصنا ومعانا الفلوس وهنهرب بسرعه، والشرطه هتحاصر المكان اللي قدام البنك بس ومش هيعرفوا اننا هنهرب عن طريق النفق. فرناندو بحث كويس على النت علشان يتاكد ان مفيش حد عمل الخطه دي قبل كده، وفعلا ما كانش فيه حد عملها، وده معناه ان الشرطه لسه ما تعرفهاش. وقال لاصحابه على الخطه الجديده بتاعته، وكلهم كانوا مبهورين بذكائه. جهزوا الاسلحه واستعدوا للعمليه، واخيرا بعد تعب شهور خلاص حفروا النفق وعملوا جواه سد صغير علشان يرفع منسوب الميه لفوق شويه، علشان يستخدموا قوارب مطاطيه لما يطلعوا من البنك ومعاهم الفلوس، لانها هتكون كتير والميه اللي في المجاري هتعطل حركتهم، فكان لازم يعملوا سد يرفع منسوب الميه علشان وهم خارجين يركبوا القارب ويتحركوا بيه بسرعه ويطلعوا من المصب الرئيسي للمجاري. بس غيروا رايهم وقالوا انهم مش هيطلعوا من هناك، لان الموضوع لو اتكشف والشرطه عرفت هيستنوهم هناك، وبدل ما يطلعوا من النفق ويهربوا هيلاقوا الشرطه في وشهم. علشان كده قرروا انهم يمشوا من طريق تاني، وهو الاتجاه المعاكس لمصب المجاري، وده كان افضل بالنسبه لهم في كل حاجه، لان فيها اكتر من 10 اماكن يطلعوا منها بدل مكان واحد بس، واللي بتكون فتحات المجاري على طول النفق بالكامل كل 10 متر. درسوا المكان كويس جدا علشان يعرفوا المكان اللي هيطلعوا منه بالظبط، وقرروا انهم
يطلعوا من فتحة المجاري اللي بتبعد عن البنك ب 200 متر، بس المشكلة هنا ان الفتحة موجودة على الطريق والعربيات رايحة جاية عليها، فممكن وهما بيحاولوا يطلعوا منها عربية تيجي بسرعة وتدوسهم، ولو الموضوع عدى فالناس اللي في الشارع كلهم هيشوفوهم. علشان كده كان لازم يجيبوا عربية يوقفوها فوق الفتحة بالظبط، وفي أرضية العربية لازم يعملوا فتحة تكون قصاد فتحة المجاري علشان يطلعوا من فتحة المجاري ويدخلوا العربية من تحت من غير ما حد يشوفهم. وفعلا بيتو الممول جاب لهم عربية وحطها في جراج بيته، والعصابة كلها اتجمعت هناك علشان يعدلوا على العربية، بس هما بيشتغلوا فجأة مرات بيتو بتدخل عليهم. كلهم استغربوا وسألوه هي مراتك هنا بتعمل ايه؟ لا يا جدعان ما تقلقوش انا واثق فيها، اصلها عارفة عني كل حاجة ومستحيل تخني، ده انا حبيبها، دي بتدوب في دباديبي. ما كانوش مطمنين بس كملوا فتحوا العربية من تحت. المشكلة هنا بقى ان كلهم هيدخلوا ويسرقوا البنك، ولما يطلعوا من النفق ويركبوا العربية لازم يكون في سواق مستنيهم، فكان لازم يكون في واحد خامس معاهم يستناهم بره في العربية. وجابوا واحد فعلا لكن شخصيته لحد دلوقتي محدش يعرفها، زي الدكتور كده بالظبط اللي ما تمش الكشف عنه لحد النهارده. المهم الراجل ده كان ملقب باسم الصبي، وكل اللي هيعمله انه هيسوق العربية لما يطلعوا من البنك، وخلاص كده كل حاجة بقت جاهزة. بس ما فيش غير مشكلة واحدة دلوقتي، صناديق الامانات الموجودة في البنك كتير جدا ولازم يفتحوها كلها بسرعة، لانهم لو حاولوا يفتحوها بالطريقة العادية مش هيفتحوا اكتر من 10 او 12 صندوق بس. وهنا بيجي دور المهندس سيبستيان، وصنع أداة سماها المدفع، مهمتها انها تكسر صندوق الامانات في 7 ثواني بس، وهيقدروا من خلالها يفتحوا صناديق كتير جدا. واخيرا بعد شغل وتخطيط اكتر من سنة كل حاجة بقت جاهزة. زي ما انتم شايفين ده نفق المجاري اللي هيدخلوا منه بالقوارب المطاطية، وده النفق اللي حفروه من المجاري علشان يوصلهم بالبنك من تحت، ودي خزينة الامانات الموجودة في الدور الارضي. انما دي بقى فتحة المجاري اللي هيطلعوا منها بعد ما ينفذوا العملية، اللي بتبعد عن البنك ب 200 متر. هيطلعوا من خلالها لفوق ويركبوا العربية اللي هتكون مستنياهم فوق الفتحة بالظبط. وخلاص قرروا انهم ينفذوا العملية يوم 13 يناير سنة 2006. المهندس سيبستيان كان هو الوحيد اللي دخل من نفق المجاري، وجنب فتحة النفق كان موجود القوارب المطاطية والادوات اللي هتكسر الجدار وجهاز المدفع اللي هيفتح صندوق الامانات. سيبستيان راح وقعد ورا جدار البنك الموجود في الدور الارضي، وفضل مستني لحد ما باقي زمايله يدوا اشاره بالدخول. القائد فرناندو وبيتو ولويس الثلاثه اتقابلوا قدام البنك، راقبوا المكان كويس واتاكدوا ان كل حاجه تمام، واقتحموا البنك بسرعه وسيطروا على المكان بالكامل. كل الموظفين والعملاء اللي هناك نزلوا وناموا على الارض، ما كانش باقي غير واحد بس في البنك اللي ما كانش تحت سيطرتهم، وهو حارس الامن اللي كان في غرفه المراقبه، واللي بمجرد ما عرف ان في عصابه اقتحموا البنك قفل الباب على نفسه بسرعه واتصل بالشرطه وقال لهم ان في عصابه اقتحمت البنك. 7 دقايق بالظبط والشرطه كانت محاصره المكان بالكامل، بس فرناندو كان مخطط لحاجه زي دي وعامل حسابه كويس قوي، واخد رهينه وطلع قدام البنك وعمل نفسه كانه عاوز يهرب، ورجع للبنك تاني بسرعه على اساس انه كان خايف من الشرطه. طب هو عمل كده ليه اصلا؟ هو مش عنده نفق المفروض يهرب منه؟ هقول لك ان الحركه دي كانت مجرد تمويه مش اكتر، علشان يوهم الشرطه ان مفيش اي مخرج تاني يهرب منه، ويتاكدوا انهم محاصرين المكان كويس. ده غير انهم كانوا حاطين عربيه وهميه قدام البنك على اساس يعني انهم بعد ما يخلصوا العمليه هيطلعوا بسرعه ويركبوا العربيه اللي قدام البنك ويهربوا، بس بسبب ان الشرطه سريعه جدا ومفيش منها 2 ما قدروش ينفذوا العمليه بتاعتهم بالكامل. دي الرساله اللي كان عاوز يوصلها للشرطه علشان يتاكدوا ان العصابه ما عندهاش اي مكان يطلعوا منه غير الباب الرئيسي بتاع البنك. وفعلا الشرطه الموضوع دخل عليها، لان لما قائد العمليات وصل سالهم ها ايه الاخبار؟ قالوا له ما تقلقش يا فندم احنا حصرنا المكان بالكامل، ده حتى واحد منهم حاول يهرب بس ما عرفش ودخل تاني، احنا جامدين قوي يا فندم. يعني هم دلوقتي محاصرين جوه البنك ومفيش اي مكان يقدروا يطلعوا منه. حلو قوي الكلام ده، بما انهم مش هيعرفوا يهربوا لازم نتفاوض معاهم ونطلع باقل الخسائر. بس العصابه برضو كان لسه عندها مشكله، حارس الامن اللي قافل على نفسه ده في غرفه المراقبه لازم يطلع، لانه مراقب البنك كله واي حاجه هتحصل هيبلغ الشرطه على طول، ومش هيعرفوا ينفذوا الخطه اللي هم رسموها من الاول. وكمان لو حاولوا يهربوا عن طريق النفق الحارس هيبلغ الشرطه وهيقبضوا عليهم، فحاولوا يتفاوضوا مع الحارس علشان يطلع من الاوضه. ولويس كلمه وقال له ما تقلقش مش هيحصل لك حاجه لو طلعت، لكن الحارس قال له انا مستحيل اطلع من الاوضه دي ابدا. فتعصب وخد واحده من الموظفين اللي شغالين في البنك وهدد الحارس انه لو ما طلعش من الاوضه هيقتلها، والحارس برضه لسه مش عاوز يطلع ومصمم على رايه. لكن الموظفه بدات تعيط بصوت عالي وتترجى الحارس يطلع من الاوضه، وقالت له انا مش عاوز اموت، انا عندي بنت صغيره عاوز اربيها. وهنا الحارس ما قدرش يقعد في الاوضه اكتر من كده، لان في ست ملهاش اي ذنب هتموت بسببه لو ما طلعش، وخصوصا انه يعرفها لانها شغاله معاه في نفس البنك. فقال له خلاص انا هطلع بس ما تاذوش حد، ورمى سلاحه وفتح الباب وسلم نفسه ليه. ولويس فتشه كويس وخد منه التليفون بتاعه وسحبه لحد باب البنك وقال له يلا امشي. ها انت بتقول ايه؟ بقول لك امشي. الحارس مشي وهو بيبرطم وبيقول لما هو عاوزني امشي ليه طلعني من الاول من غرفه المراقبه؟ انا كنت موجود هناك لا بهش ولا بنش ولا بعمل حاجه. وقائد العمليات قال له احكي لي بالتفصيل ايه اللي شفته جوه. فقال له انا شفت 3 رجاله مسلحين ومحتجزين 30 رهينه جوه في البنك. طب هم مشوك عادي كده يعني ما عملوش اي حاجه؟ لا ما عملوش حاجه بس خدوا مني السلاح والتليفون. في نفس الوقت واحد من العصابه بيرفع التليفون لفوق وبيشاور لهم كانه بيقول لهم كلمونا على التليفون اللي خدته من الحارس. وده كله سيبستيان لسه مستني في النفق اللي تحت، وفرناندو كلمه وقال له كسر الجدار. سيبستيان بدا يكسر فعلا وعمل فتحه
فتحه كبيره في الجدار. وهنا فرناندو اطمن جدا لان الشرطه لو اقتحمت البنك في اي وقت عندهم طريقه يهربوا منها. ده غير انهم لما حفروا النفق اصلا ما كانوش متاكدين اذا كانوا هيوصلوا عند خزنه الامانات اللي تحت ولا لا، والخوف كله انهم لما يكسروا الجدار يلاقوا نفسهم في مكان تاني غير خزنه الامانات. سيباستيان دخل بالمدفع الهيدروليكي وبدا يفتح في صناديق الامانات اللي كانت اكتر من توقعاتهم. كانوا حاطين لنفسهم ساعتين بس علشان يفتحوا 450 صندوق. طبعا فرناندو وسيباستيان شغالين تفتح في صناديق الامانات اللي تحت، ولويس وبيتو موجودين فوق بيسيطروا على الرهاين وبيأخروا الشرطه، وده لحد ما الساعتين اللي اتفقوا عليها يخلصوا. ولويس العنيف هو اللي كان لازم يكلم الشرطه ويتفاوض معاهم لانه مخادع جدا وبيقدر يتقمص اي شخصيه. ولما قائد العمليات كلمه كان مستغرب ازاي الشخص الحرامي اللي في البنك ده بيتكلم بهدوء كده، ولا كانه اصلا حرامي والشرطه محاصراه وهيتقبض عليه كمان شويه. وقائد العمليات ساله انت عاوز ايه علشان نخلص الموضوع ده؟ فقال له والله انا مش عاوز حاجه، احنا كنا داخلين نسرق البنك ونطلع على طول بس انتوا وقفتوا في طريقنا، ما كنتش متوقع انكم بالسرعه دي، واحنا دلوقتي محبوسين ومش عارفين هنطلع ازاي ولا هنعمل ايه. في نفس الوقت قائد العمليات كان ماسك المنظار وبيراقبه وهو بيكلمه، وشافه من الشباك قاعد على الكرسي وحاطط رجل على رجل على المكتب ولا كانه مدير البنك. فكان مستغرب ازاي الراجل ده هادي جدا كده، وحس ان الراجل ده اكيد مش مجرم جديد، لا ده شكله مجرم عتيد الاجرام. ولويس قال له اسمعني بقى، انا راجل لسه طالع من السجن ما بقاليش كام شهر بعد ما اتحبست 15 سنه، ودي مش اول عمليه سرقه اعملها، وحافظكم وعارف كل الحركات العبيطه اللي انتوا ممكن تعملوها، فما تحاولش تشغل دماغك وتعمل حاجه علشان مش هتسد معايا. القائد اتوتر وقال له طب خلاص انا مش هعمل حاجه، انا عاوزكم بس تطلعوا رهينه من البنك كل 5 دقايق علشان تثبتوا لنا حسن نيتكم. طب ما احنا لسه مطلعين الحارس من شويه، ما تبقاش طماع بقى وما تقوليش طلع رهين تاني علشان الحاجه دي احنا اللي بنحددها مش انتوا. وقفل السكه في وشه. قائد العمليات كان هيتجنن ازاي الراجل ده عنده كميه برود الاعصاب دي، وبعدين ده قفل في وشي من غير ما اعرف هو عاوز ايه. مش المفروض طالما محتاج رهاين يطلب مني مثلا امشي الشرطه علشان يهرب؟ الراجل ده جاي منين يخرب بيت اهله، احنا شكلنا كده هنقف كتير قدام البنك في الحر وهو قاعد لي في التكييف جوه. ولويس وبيتو واقفين بالسلاح قدام الرهاين علشان محدش يتحرك، بس عرفوا ان في ست عجوزه موجوده معاهم كان عيد ميلادها في نفس اليوم، وطبعا هم قاعدين فاضيين ما بيعملوش حاجه. وبيتو راح للمطبخ اللي في البنك وجاب لها تورته صغيره وقعد يغني لها بمناسبه عيد ميلادها، لا وكمان خلى كل الرهاين اللي نايمين على الارض يغنوا لها معاهم، وطلعوها من البنك وخلوها تمشي. وقائد العمليات واقف في الحر بره ومش مستحمل، فاتصل بلويس وقال له انا عاوز افهم يا ابني انت عاوز ايه. فقال له بص بقى علشان ما نتعبش بعض، اتصل بالمحامي بتاعه واتفاهم معاه وقول له عاوزنا نسلم نفسنا ازاي، كلمه بقى ويلا سلام، هتستنى يا ابني رايح فين؟ هو المحامي كان ابن خالتي علشان اكلمه؟ ما تجيب رقمه. لويس فعلا اداله الرقم بس ما كانش رقم المحامي، ده كان رقم واحد من الرهاين المحتجز اصلا في البنك. وقائد العمليات اتصل بالرقم على اساس انه هيكلم المحامي. يقوم بقى عمك لويس يعمل ايه؟ خد التليفون من الرهينه وكلمه على اساس ان هو المحامي، وطبعا غير صوته وما عرفش ان هو نفسه لويس، ما انا قلت لك ده وحش تمثيل. وطبعا كان بيعطل قائد العمليات وبيقول له انا جاي في الطريق اهو. قائد العمليات لقى اتاخر ربع ساعه ولسه برضه ما جاش، فاتصل بيه تاني وقال له ايه يا عم المحامي ما جيتش ليه؟ عاوزين نخلص في اليوم الاسود ده. فقال له معلش اصل الطريق زحمه وانا جاي لك اهو ما تقلقش. ولمده ساعه ونص كامله قائد العمليات كل شويه يتصل بالمحامي ويقول له اتاخرت ليه، ولويس كل مره كان بيخترع له حاجه جديده، شويه يقول له معلش اصل كنت تعبان شويه ودايخ فروحت جبت علاج من الصيدليه، وشويه يقول له معلش اصل جالي صداع وانا جاي لك فروحت جبت حبايه صداع، لحد ما قائد العمليات كان هيتجنن وقال له تعالى بسرعه هفتح لك صيدليه قدام البنك تجيب منها اللي انت عاوزه. خلاص ماشي مسافه السكه انا جاي لك اهو هقفل بس علشان ما اتاخرش. قفل معاه ربع ساعه والمحامي برضه لسه ما جاش، فاتصل بيه تاني وقال له ها ما جيتش ليه؟ معلش اصل وانا راكب العجله بتاعتي الكاوتش بتاعها فرقع. كاوتش اللي فرقع؟ كاوتش العجله اللي انا كنت راكبها علشان اجي لك بسرعه مسافه السكه يعني. انت ده كله كنت بتكلمني وانت راكب العجله؟ ما انت شغال محامي الحرام هتكون راكب ايه يعني؟ والساعتين خلصوا وفرناندو وسيباستيان فتحوا صناديق الودايع اللي كانت مليانه سبائك ذهب والماظ وفلوس، بس المشكله انهم ما قدروش يفتحوا غير 147 صندوق بس، لان المدفع الهيدروليكي حصل فيه مشكله وكان بيسخن بسرعه، كان بيعطل منهم كل 10 دقايق، علشان كده ما عرفوش يفتحوا ال 450 صندوق اللي في البنك. بس برضه ال 147 صندوق اللي فتحوهم كان فيهم ذهب وفلوس اكتر ما كانوا متخيلين، كان ممكن يكملوا يفتحوا باقي الصناديق، بس في الحالات دي يا صديقي الطمع مش حلو، وهم اصلا كانوا حاطين الخطه انهم ينفذوا العمليه كلها في ساعتين، وقرروا انهم يمشوا على كده وكفايه قوي الذهب والفلوس والمجوهرات اللي خدوها. وفرناندو اتصل بلويس وقال له جهز نفسك احنا هنمشي دلوقتي، بس لويس برضه ما كانش سهل، اتصل على قائد العمليات وقال له احنا خلاص هنسلم نفسنا بس احنا عاوزين بيتزا الاول. بيتزا ايه مش فاهم؟ بيتزا اللي بتتاكل ده عارفها؟ عاوزنا اجيب لك يعني 3 انت واصحابك؟ لا انا عاوزك تجيب بيتزا للناس اللي في البنك كلها يعني 30 35 واحده كده. فقال له خلاص يا عم انا هجيب لك بيتزا. فقال له لا ومش اي بيتزا، ده قال لهم على اسم مطعم ايطالي معين واللي كان بعيد عن البنك ب 20 كيلو، وده طبعا علشان ياخرهم لاطول فتره ممكنه ويقدروا يهربوا قبل ما الشرطه توصل لهم اصلا. وقطع كل اتصالاته بالشرطه وقفل التليفونات وقال للرهائن كلهم يفضلوا نايمين على بطنهم ووشهم في الارض، واي حد يتحرك هيخلص عليه. في نفس الوقت فرناندو وسيباستيان حطوا الغنايم كلها في شكاير صغيره ورموها من خلال النفق، ولويس وبيتو نزلوا تحت الخزانه بسرعه وفرشوا قماشه صغيره
وحطوا عليها الاسلحه بتاعتهم وربطوا خزنه الادراج بحبل مطاطي ودخلوا النفق وبداوا يشدوها علشان يقفلوا الفتحه وسحبوا الحبل المطاطي لجوه وكمان حطوا عند الفتحه حاجه صغيره كده شبه القنبله وطبعا ده كله علشان يعطلوا الشرطه وما يجوش وراهم بسرعه ونزلوا في المجاري بسرعه وركبوا القوارب المطاطيه اللي كانوا مجهزينها ركبوا على قارب وحطوا باقي الشكاير كلها على قارب تاني واتحركوا ل 200 متر لحد ما وصلوا عند فتحه المجاري اللي هيطلعوا منها طلعوا على السلم ودخلوا العربيه من تحت وحطوا الفلوس كلها في العربيه ويا دوب كانت واخداهم كلهم بالعافيه واتحركوا على طول من غير ما حد يشوفهم وراحوا على بيت جديد كانوا مجهزين انهم هيتقابلوا فيه بعد العمليه دخلوا العربيه في الجراج ونزلوا شكاير الفلوس منها وفتحوا التلفزيون بسرعه علشان يشوفوا الاخبار ويعرفوا ايه اللي حصل ولو كانت الشرطه وصلت لحاجه ولا لا بس طلع ان الشرطه لسه ما اقتحمتش البنك اصلا يعني هم دخلوا وخلصوا وطلعوا وروحوا والشرطه لسه واقفه كانوا منبهرين انهم قدروا يهزموا الشرطه وينفذوا العمليه بالسرعه والذكاء ده ومستنيين رد فعل الشرطه لما يعرفوا ان مفيش عصابه جوه البنك اصلا ولما البيتزا وصلت قائد العمليات حاول يتصل بلويس اكتر من مره بس التليفون كان مقفول ومحدش كان بيتواصل معاه فالقائد زهق وقال لهم خلاص احنا هنقتحم البنك دلوقتي اقتحموا البنك بسرعه بس اتفاجئوا ان مفيش حد جوه البنك غير الرهاين اصلا ودوروا عليهم في البنك كله بس ما لقوش اثر لاي حد فيهم ما كانوش عارفين هم هربوا ازاي فاعتقدوا ان اكيد العصابه مجموعه من الرهاين المحتجزين في البنك وعلشان كده اتعاملوا مع الرهاين كلهم كانهم هم المجرمين كانوا متاكدين ان اكيد العصابه موجوده بينهم لحد ما يتاكدوا من شخصياتهم كلهم واحد واحد ودوروا كتير في البنك لحد ما اخيرا اكتشفوا الفتحه اللي كانت ورا خزنه الادراج وهنا قائد العمليه اتخض لانه شاف قنبله قدامه فاستدعى فرقه المتفجرات علشان يفحصوها كويس لكنهم قالوا انها قنبله مزيفه كل ده والعصابه قاعدين في البيت ما انتخين ولا على بالهم وكانوا مبسوطين جدا بكميه الذهب والفلوس والالماظ اللي معاهم وقرروا انهم يقسموا الغنيمه بينهم بس كانت حاجات كتيره جدا وهتاخد منهم وقت طويل فقسموها بالنظر اللي هو خد انت شويه من دول وانا هاخد شويه خد انت سبيكه وانا سبيكه انت المظايا وانا المظايا اصل ما فيش وقت للعد والكلام الفاضي ده والبنك قال ان حجم المسروقات وصلت ل 19 مليون دولار واتصنفت من اكبر عمليات سرقه البنوك في الارجنتين كلها قسموا الغنيمه بينهم واتفقوا ان كل واحد بقى يمشي في طريق لوحده ومش هيشوفوا بعض تاني طول حياتهم وفعلا كل واحد خد فلوسه وركب عربيته ومشي واتفرقوا عن بعض كلهم كانوا فرحانين لانهم خلاص بقى معاهم ملايين وفلوس موت وهيعيشوا بقى حياتهم اغنياء وهيعملوا كل اللي نفسهم فيه وبيته الممول لما رجع لبيته شاف مراته واولاده كلهم مستنيينه وفرحانين ما هو كان معرف مراته انه هيسرق البنك وشافت في الاخبار ان البنك اتسرق فعلا فقالت اكيد جوزي حبيبي هو اللي سرقه وكانت مستنياه في البيت والفرحه مش سايعاها وبيته احتفل مع مراته واولاده في البيت وكلهم كانوا فرحانين اصل العيله كلها حراميه بتمر الايام وكل واحد فيهم عايش حياته بالفلوس اللي معاه لحد ما في يوم بيته كان بره ورجع البيت لاحظ ان في شكاره فلوس ناقصه من اللي كان مخبيهم عنده في البيت قلب عليها البيت كله لحد ما لقاها في مكان تاني وفتح الشكاره وعرف انها ناقصه رزمه فلوس كبيره فراح لمراته وسالها انت خدت حاجه من الفلوس فقالت له ايوه انا خدت 5 أو 6 اكياس مش فاكره الصراحه خدت كام ياما 5 أو 6 اكياس يعني خبطت 300,000 دولار كده مره واحده وبعدين احنا بنحاول على قد ما نقدر ما نلفتش انتباه الناس علشان ما حدش يشك فينا تقوم انت تاخد المبلغ ده كله مره واحده وحصل بينهم مشكله وبداوا يزعقوا لبعض وقالت له ايه يعني 300,000 دولار ما انت معاك يجي 4 مليون على قلبك فقال لها رجع الفلوس اللي انت خدتيها لكنها رفضت وقالت له مش هرجع لك حاجه فاتخانق معاها وزعق لها وراح وخد باقي الفلوس وخباها في مكان تاني بس اللي بيته ما كانش متوقعه انه بعد ما مشي مراته راحت بلغت عنه الشرطه على طول وده لانه مستخسر فيها الفلوس وقالت لنفسها ايه يعني 300,000 لما اخدهم اجرمت يعني لما خدت 300,000 وبعدين بقى ده اكيد خد الفلوس وراح بيها عند عشيقته التانيه يكونش هيسيبني بعد العمر ده كله ويتجوز عليا واحده ما تسواش يعملها ما هو راجل خسيس استخسر فيها 300,000 دولار انا لازم اجيبه الارض وده كان سبب انها بلغت عنه وبيته ما كانش عنده عشاء تانية ولا نيله ده كان بيحب زوجته واولاده جدا وامن لهم وحط الفلوس في البيت اللي هم قاعدين فيه المهم الشرطه بعد ما زوجته اعترفت راحوا وقبضوا عليه وسالوه على اسماء باقي العصابه لكنه ما اعترفش على اي واحد فيهم بس بمساعده مراته قدروا يوصلوا لادله تانية وعملوا تتبع للمكالمات اللي عملها وقدروا يعرفوا الثلاثه التانيين اللي ساعدوه في تنفيذ العمليه وطلع امر بالقبض عليهم كلهم فرناندو كان قاعد في خيمه في مكان معزول لوحده بس الشرطه قدرت توصل له وتقبض عليه ولويس ساب الارجنتين كلها وراح للاوروجواي اللي هي اصلا كانت بلده لكن الشرطه برضه وصلت له وقبضوا عليه انما سيباستيان كان لسه قاعد في نفس البيت والشرطه وصلت له وقبضت عليه وتم محاكمتهم كلهم بالسجن لمده 15 سنه بس الغريب انهم اصلا ما اعترفوش على اماكن الفلوس اللي سرقوها وفضلت الفلوس كلها بره وهم مسجونين كلهم محدش فيهم اصلا اتسجن 15 سنه ما قعدوش في السجن غير فتره قصيره وطلعوا بعدها بحسن سير وسلوك لانهم ما كانوش بيعملوا مشاكل في السجن وكلهم كانوا مسالمين فقالوا نقضي فتره السجن بهدوء وبعدها نطلع نستمتع بفلوسنا يعني مثلا فرناندو وسيباستيان ما اتحبسوش اكتر من سنتين وطلعوا من السجن واتفرض عليهم الاقامه الجبريه لمده سنتين في بيتهم انما بقى لويس وبيته فدول اتحبسوا فتره اطول شويه لانهم مجرمين اصلا وكان عندهم سوابق ولويس اتحبس 6 سنين وبيته 8 سنين بس اللي هو ازاي اصلا الكلام ده ازاي عمليه
عمليه سطو مسلح وسرقه بنك اكبر واحد فيهم ما اتحبسش اكتر من 8 سنين. ده لو سافر له 8 سنين مش هيجيب الفلوس دي كلها، ولا الاتنين التانيين اللي اتسجنوا سنتين بس. هي دي احكام محكمه بجد؟ هقول لك ان في سر في الموضوع. فاكر لما قلت لك انهم قبل ما يمشوا فرشوا قماشه على الارض وحطوا عليها كل الاسلحه بتاعتهم؟ ايوه مش فاهم برضه هم سابوا الاسلحه بتاعتهم في البنك ليه قبل ما يمشوا؟ هقول لك ان ملهاش لازمه اصلا، لان الاسلحه كلها ما كانتش حقيقيه، دي كانت مزيفه. يعني اقتحموا اكبر بنك وسيطروا على المكان بالكامل، ورهاين وشرطه، وفي الاخر الاسلحه مزيفه. فرناندو كان قاصد انه يخليهم يسيبوا الاسلحه بتاعتهم في البنك قبل ما يمشوا، علشان حتى لو اتمسكوا بعدها الحكم ما يكونش طويل، ويخلصوا مده السجن بسرعه ويطلعوا يعيشوا حياتهم بالفلوس. وطبعا العملاء اللي اتسرقوا البنك عوضهم عن كل الفلوس اللي اتسرقت. ولحد هنا بينتهي الفيديو، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه. سلام.